اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله راكم ملاح. اليوم في هذا الفيديو راح نشارك معكم تحضيرات رمضان، خصوصا النساء اللي ما عندهمش الوقت بزاف في رمضان. هاد التحضيرات راح تهنيكم، وراح ندير معكم وصفة رولي الدجاج بالسلق. راني درتهم غير على جالكم باش تديو افكار، انا ما درتهمش لرمضان لخاطرش مازال الحال من الافضل نديروهم كي قعدوا ايامات قليله لرمضان. المهم نبداو على بركه الله بليكويس فارسي على شكل يقطينه كما راكم تشوفوا. كيما على بالكم الوصفات كامل كيف كيف، بصح كل وحده عندها اللمسه تاعها. انا راح نديرهم على طريقتي. الحاجه الاولى اللي نديرها نجيب لي كويس دياولي كيما راكم تشوفوا، بعد ما نقيتهم مليح مليح وخليتهم واحد الساعه هكذاك في الماء والقارص. راني نضرب فيهم هكذايا كيما راكم تشوفوا. بعدا نجيب لافيون داشي تاعي كيما راكم تشوفوا، درت 6 كويرات على حساب لي كويس، عندي 6 باش يكون على بالي ابيبري شحال ندير. عندي بصله صغيره، معدنوس، شويه زبده، حوالي 3 فصوص ثوم، توابل درت فلفل كحل، راس الحانوت، قرفه، ملح اللي حبت تزيد، قزبر ملحي. درت كلش في صلادي كيما راكم تشوفوا. انا هنايا زدت حوالي 2 مغارف كبار زيت، وهنايا زدت حبه بيض باش تطري لي لافيونداشي تاعي. ونحرك كلش مع بعض مليح مليح، ندخل كل المقادير مع بعض ونخليه في جهه، ونروحوا نوجدوا تتبيلات الدجاج. بالنسبه للتوابل انا استعملت فلفل كحل، راس الحانوت، شويه كمون، تابل شاورما، قزبر مرحي، كاري الدجاج، شويه زنجبيل مع كركم ما نكثروش منه بزاف، ونزيد ندير الملح مع مغرفه صغيره على موطاد كيما راكم تشوفوا. وهنايا درت شويه زبده مع نص حبه قارص عصرتها كامل، ونزيد شويه زيت كيما راكم تشوفوا، ونخلط كل شيء مليح مليح حتى يتجانسوا لي كامل التوابل. هنايا بعد ما كملت نجيب لي كويس دياولي راح نتبلهم كيما راكم تشوفوا. ندير التتبيله ديالي في هذه الجهه، ونحط واحده اخرى من الفوق كيما راني ندير، ونتبل ثانيه وثالثه، ونكمل هكذا حتى نكملهم كامل. مليح الوحده توجد هكذايا على لافونس، راح تلقاوهم كل حسنه في رمضان، خصوصا الحوايج اللي يشدوا الوقت. يقدر يتيح لنا شغل، الاختبارات كيما على بالكم يجوا في رمضان، مع هذيك السمانه تاع الكاطو، يقدر ما يكونش عندنا الوقت، نجبدوهم ونطيبوهم ديريكتومون، نلقاوهم واجدين. المهم كل وحده والظروف ديالها، كاينه اللي تقدر بلا ما تحضر كامل يكفيها الوقت طيب وتدير كلش، وكاينه ولا غالب اللي ما يكفيهاش الوقت، لازم عليها دير هادوما تحضيرات. هو هنايا بعد ما كملتهم تبلتهم كامل، جبت هنايا الخيوط كيما راكم تشوفوا، قطعتهم هكذايا، درت زائد ومن بعد درت فيه، ومن بعد نحط لاكويس ديالي نستفها كامل مليح، ونجيب شويه لافيون داشي. هنايا لافيون داشي نرفد على حساب لاكويس هذيك، اذا كانت كبيره نزيد لافيون داشي، واذا كانت صغيره ندير غير شويه. هنايا ندير في الفرماج كيما راكم تشوفوا داخل هذيك لافيون داشي، والجهه اللي نغلقوا بها لافيون داشي نحطوها من التحت باش ما يخرج لناش هذاك الفرماج. وهنايا نبدا نشد هذوك الخيوط كيما راكم تشوفوا. انا كنت درت ديجا، قعدوا لي غير هادو زوج راح نكملهم. هنا كي تشدوا الخيط شدوا مليح باش يترسيو لكم هذوك الخطوط ويجيو شابين. وكل ما نشدو الخيط واحد نقطعوه، هذيك زياده نقطعوها باش ما يتخلطولناش مع
الخيوط واحد اخرين اللي مازال ما شديناهمش كيما راكم تشوفوا. واذا ما حبيتوش ديروها على هذا الشكل تقدروا ديروه رولو تروليوه وتشدوه ثاني بالخيط. هنايا كملت نستفها من التحت ونحطها. كاينين اللي تلقاو هذيك لافيونداشي خرجت شويه، معليش شوفوها هكذايا حطوها. هنايا بعد ما كملت راح نشوف هادوك اللي مخصوصين شويه كيما هذه ما ترصات ليش مليح، راح نعاود نحط لها خيط واحد اخر ونتكي عليه هكذايا كي نشدو باش يتراسي لي مليح. وكاينه هذيك الاخرى اللي قدامها هذيك الجلده كي نحاول العظم ثقبوها هكذايا شويه، راح نشدها هكذايا بالكوردون باش ما يخرجليش هذاك لافيونداشي ويجي الشكل تاعها كباب. كي شغله راني نخيطها كيما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما كملت راح نديرهم في بابي فيلم وراح نحطهم في المجمد. كي نحبوا نطيبوهم نحيوهم من المجمد ونحي لهم هذاك البابي فيلم ونطيبوهم. وهنا بعد ما كملت راح نوجد افخاذ الدجاج اللي راح نطيبهم في الفرن. عندي هنا افخاذ دجاج كيما راكم تشوفوا، نص حبه قارص راح نعصرها كامل. وهنا في البول اللي كنت درت فيه مقبيله لافيونداشي حطيت حوالي 4 فصوص ثوم. بالنسبه للتوابل درت راس الحانوت، زنجبيل، شويه كمون، سبيل شاورما، فلفل كحل وفلفل احمر، شويه زعتر، مغرفه صوص طوماط، مغرفه صغيره لا موطارد. وبلا ما نساو الملح نحط كلش هكذايا كيما راكم تشوفوا. ونزيد شويه زبده. هنايا الزيت درت حوالي 2 إلى 3 مغارف كبار زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت الاخر. ونزيد نعصر نص حبه قارص كيما راكم تشوفوا. بالنسبه لياورت ناتور انايا راح نديرها دوكا لخاطرش ما نطولش نطيبهم. كيما قلت لكم ما درتش هادوما تحضيرات لرمضان على خاطرش مازال الحال. من الافضل نقعدوا كي يقعدوا ايامات قليله تماك لي نبداو التحضيرات. اما دوكا مازال الحال. تقدروا تخليوها حتى هذاك النهار اللي طيبوا هاد الافخاذ نحيوهم من الكونجيلاتور لتماك اللي تزيدوا هاد البطاطا الياورت ناتور لخاطرش تاريخ انتهاء صلاحيتها ما تطولش كيما على بالكم. ومن بعد نحرك كامل التتبيله تاعي مليح مليح ونثقب هكذايا كيما راكم تشوفوا الافخاذ ديالي ونحطهم داخل نتبلهم مليح مليح ونخليوهم حوالي نص ساعه الى ساعه في الثلاجه. ومن بعد باش نحيوهم وندخلوهم الكونجيلاتور. انا هنايا بعد ما خليتهم في الثلاجه حوالي ساعه، خليتهم حوالي ساعه. دوكا راني نحيهم نحطهم في هاد لابواط كيما راكم تشوفوا. ونزيد نحي كامل التتبيله اللي قعدت لي في هذاك السلاديي نحطها من الفوق هكذايا ونغلق عليها وندخلها في الثلاجه. بعد ما كملت راح نجوزو نحضروا لي بولات تاع الدجاج. هنايا عندي نص صدر تاع الدجاج يكون كبير شويه، معدنوس، زبده، نصف مغرفه صغيره موطاد، فلفل كحل، قزبر، ملح، راس الحانوت، كاري دجاج، سبيل شاورما. درت حوالي 3 فصوص ثوم مع بصله صغيره اللي كنت رحيتها، حوالي مغرفه كبيره ما نكثروش بزاف البصل. ودرت زيت والملح. هنا نحط كلش في طبسي كيما راكم تشوفوا باش نقدر نحركهم مليح. نزيد هنايا حبه بيض ونخلط كلش مع بعض، نخلطهم مليح مليح بيديا. ندخل كامل المقادير مع بعض كيما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما كملت راح نكورهم كامل كيما راكم تشوفوا. نجيب اي حاجه تدخل الثلاجه نحط فوقها ساشي ومن بعد نحط من الفوق كويرات الدجاج ديالي ندخلهم للثلاجه
كي يجمدولين هنايا تجمدولي كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نحيوهم هكذايا نجمعهم داخل ساشي هكذايا باش ما يلصقوش مع بعضهم. كي نحيوهم بالحبه. هذا ثاني صدر تاع الدجاج راح نخليه هكذا، قطعته وحطيته في الكونجيلاتور. هنايا راهو تجمد لي، نحيه ونجمعوه هكذا في الساشي كما قلت لكم باش ما يلصقش. كي نحب نحيه واحد ولا زوج نقدر نحيه. هذه هي الطريقه ديالي في تجميد الدجاج كما راكم تشوفوا. ونغلق عليهم هكذايا. وهنايا جبت لي كويس اللي كنا وجدناهم مع بعض بعد ما خليتهم حوالي 2 سوايع في الثلاجه تشربوا مليح هذيك التتبيله. تقدروا تخليوهم ساعه. راح نجمعهم ثاني في الكونجيلاتور كيما راكم تشوفوا، نديرهم في لي ساشي ونخبيوهم في المجمد. انا هذه هي الطريقه ديالي كيفاش نخبي الدجاج تاعي. وانتم ثاني قولوا لي في لي كومونتير الطريقه ديالكم، وقولوا لي كيفاش راكم تحضروا لرمضان. انا هنايا ثاني جبت هذا لافيون داشي تاع البولي، راح نخبيها هكذاك بالك نسحقها ندير بها مملحات ولا اي حاجه. المهم نلقاها مرحيه واجده، نحيها فقط الافونس ونلقاها. وهذيك ثاني لابواط دوزيام فيها سكالوب مقطع ومتبل، راح نخبيه هكذاك وراح نسحقه. وقعدت لي ثاني هذا شويه لافيون داشي، راح نديرها هكذايا في ساشي كيما راكم تشوفوا. نبسطو هكذايا مليح ونجيب الموس في الجهه اللي من الفوق نطراسيه هكذا باش لو كان نحب نحي غير شويه نقدر نحيه. وهكذايا ثاني راح يدي كونجلا غابيد ما يطوش. وهادوما صدور الدجاج اللي قطعتهم كيما راكم تشوفوا، خليتهم هكذايا ما على باليش واش ندير بهم. هادو هما اللي تحضيرات اللي درتهم، وهذه هي الطريقه ديالي كيما قلت لكم. نتوما ثاني قولوا لي في لي كومونتير كيفاش توجدوا لرمضان. وفي الاخير راح نجوزو نوجدو هذا الرولي تاع الدجاج اللي كنت درتو هذاك النهار عفوا، بصح ما خليتوش في الكونجيلاتور، راني طيبته مباشره. هذا ثاني تقدروا توجدوه وتدخلوه للثلاجه، وفي رمضان تنحيوه طيبوه مباشره. بالنسبه لطريقه التحضير، هنايا الحاجه الاولى اللي درتها حطيت المقله، حطيت فيها الزيت يسخن، ودرت هذا الربطه تاع السلق كيما راكم تشوفوا قطعتها هكذايا. نخليها بلا ما ندير لها حتى حاجه، نقص النار ونخليها تطيب، ونخليها داك السلق يطيب بلا ما ننساو نحركو خطره على خطره. وهنايا جبت نص صدر تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا، كان كبير شويه، حطيت فيه شويه زبده ودرت لي زيبيس. انا درت هنايا شويه تابل شاورما مع شويه زنجبيل ما كسرتش، شويه كمون، ونزيد راس الحانوت، ونزيد كاري الدجاج. هنايا التتبيله تقدروا تحطوا واش حبيتوا، كل واحد والذوق ديالو كيما يحب يدير. ودرت شويه زنجبيل، شويه فلفل كحل، ودرت الملح ما نكسروش بزاف الملح، ودرت الزيت كيما راكم تشوفوا. انا هنايا في الاول نسيت الملح زدته في الاخير. ونحرك كلش مع بعض هكذايا كيما راكم تشوفوا. هنايا اللي تفكرت الملح كيما قلت لكم كنت نسيته، هنايا زدت درت الملح ما نكسروش بزاف. هنا شوفوا السلق كيفاش ولا غير شويه كيما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما طاب راح نزيد له شويه ثوم مع فلفل كحل
كيما راكم تشوفوا، ونخليه يزيد يتقلى شويه معاهم. هنايا ما درتش الملح، على بالكم باللي السلق فيه الملح. واللي حب تزيد شويه فيونداشي راح يزيد يجيب لين كتر وكتر. ومن بعد طفيت عليه وخليته في يجيه. هنايا جبت ورق طهي كيما راكم تشوفوا، ونحط هكذايا الدجاج ديالي، ونزيد نحط من الفوق هذاك السلق كيما العاده، وحطيت فرماج في الاطراف كيما راكم تشوفوا، ونرولي كامل مليح. وهنا نستفو مليح مليح وندور هكذايا مليح باش تجي لا فورم تاعو شابه. ونزيد من الفوق هذاك البابي كويس، عفوا البابي الومنيوم. وهنايا نرولي مليح مليح باش يشد هذاك لا فورم. بابي الومنيوم درتو باش يشد هذاك لا فورم. ونثقبو هكذايا بالكوردون ولا اي حاجه، ونحطو في الكسكاس. انا كنت حطيت الماء يسخن راهو يغلي، وجبت هاد الكسكاس ونحطو يفور، نخليه حوالي نص ساعه ونلقاوه طايب، ونغطي عليه وندير هذاك القفال في الكسكاس كيما راكم تشوفوا. بعد ما طابلي راني نحيته. هنايا شوفوا كيفاش يجي. وفي هذيك المقله اللي كنت طيبت فيها السلق درت مغرفه زبده كيما راكم تشوفون، نخليها حتى تذوب مليح مليح وتسخن مليح. يكون هنايا النار قوي، ونحط فيه هذاك رولو نخليه يتحمر مليح مليح. شوفوا هنايا راني نوريكم كيفاش تحمر لي، خدا هذاك اللون الذهبي. راح نحيه ونخليه في يجيه. انا رجعته لهذاك الكسكاس وحطيته فوق هذيك القدره، غطيت عليه باش يشد لي سخانه. ومن بعد جبت بصله صغيره حطيتها تقلات مليح مليح حتى تبالت وكامل. وزدت حطيت هذاك شامبينيون خليته ثاني تقلى مليح، وزدت حطيت شويه ثوم مع فلفل كحل وخليتهم ثاني تقلاو مليح مليح مع هذاك شامبينيون والبصل. بعد ما طابو كنت نقص النار مليح. راح نزيد لا كريم ليكيد كيما راكم تشوفوا. وهنايا هذيك لا كريم ليكيد جات ثقيله، راح نخففها بالماء. اذا حبيتوا تخليوها هكذاك خليوها، بصح هكذا تجي خير. شوفوا هنايا بعد ما درت لها الماء راح نخليها تغلي حوالي 10 دقائق. هنايا بعد ما غلات لي 10 دقائق، هنايا اللي حبيت تزيد فخوماج غابي تزيد راح تجي بنين كتر وكتر. هنايا نسيت ما قلت لكمش في هاد الصلصه ما درتش الملح على خاطرش هذاك شامبينيون مالح، باش تجي سوا سوا ما درتش كامل الملح. هذه هي النتيجه الاخيره كيما راكم تشوفوا. زدت قليت شويه بطاطا حطيتها معاهم، جا بزاف بنين وهايل. ننصحكم تجربوه ومليح ثاني لرمضان. كيما قلت لكم تقدروا تحضروا هذاك الرولي وتديروه في الثلاجه ومن بعد تنحيوه باش طيبوه. وهنايا في الاخير بعد ما كملت ما عليا غير نقول لكم ما تنسونيش بجيم وكومونتير شباب، واللي مازال وما اشتركوش في القناه ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.